النهارده انا جاي اكلمكم عن لاري أليسون، واحد من الموست انترستينج واكزوتيك بروفايلز في كل التك بليونيرز اللي موجوده في العالم. ده اللي لما اتسأل ايلون ماسك مين اذكى راجل في العالم اختار لاري أليسون. ففي شويه فاكتس كده بتدعم نظريه قد ايه هو شخص فيري انترستينج في عالم التك بليونيرز. اولا ما اعرفش تفتكر ولا لا، هو كان طلع كاميو في ايرون مان لما كان بيقول روبرت داوني جونيور كول مي. صاحب جزيرة ب 300 مليون دولار في هاواي، كان اشتراها من ديفيد موردوك من كام سنة. هو البيست فريند بتاع ستيف جوبز، لدرجة ان ستيف جوبز لما تشيل من البورد بتاع ابل عرض على ستيف جوبز ان هو يشتري ابل كلها عشان يرجعه تاني. طبعا احنا عارفين ان هو صاحب اوراكل، واحد من اغنى 10 رجاله على مستوى العالم، وفي نفس الوقت ساعات بيبقى نمبر 1 لو البورصه في وضع يسمح بكده. هو دروب اوت من الجامعه مرتين، عنده 81 سنه بس شكله ما بيتغيرش. بيتكلم ناس كتير قوي بتتكلم على البايو هاكس اللي هو بيعملها، مش بس مجرد بسكيتيريان، مش بس مجرد ان هو ما بيشربش الكحول خالص، مش بس مجرد ان هو بيلعب رياضه كتير، بس ضروري في بايو هاكس كتير بيعملها بتخليه يحافظ على صحته وشبابه بالمنظر ده. الى جانب طبعا ان ابنه دلوقتي اللي عمل سكاي دانس ومدير باراماونت المسؤول عن انتاج افلام كتير قوي تعرفوها، ميشن امبوسيبل، جاك ريتشر، ترمينيتور، حاجات كتير، يمكن ستار تريك كمان. ده اللي بيخلي البروفايل بتاعه is very 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 interesting بالنسبه لي. انت لما هتشوف شكله، انا هحط لك شكله، هتفتكر من ايرون مان، واحد من اهم واغرب التك بليونيرز الموجودين في العالم، وعلى راي ايلون ماسك لما اختاروا ان هو اذكى بني ادم هو عرفه في حياته.